شوفوا معايا مغربي غيدير براسو يهودي وغيخدع واحد اليهوديه وغيبقى معاها مده ديال 9 سنين وغيجمع فلوس صحاح على ظهرها. هذا المغربي هذا كان حارق في باري وكان كينعس عند شي صحابو في سان دوني، وصحابو كانوا كيفيقوا الصباح بكري يقولوا لي مشي قلب على خدمه في السونتر ديال باري. وبالفعل كان كيمشي للسونتر ديال باري كيقلب على خدمه وتلاقى واحد النهار مع مغربي واحد اخر. هذاك المغربي قال لي شوف، قال لي انت يا عينيك زرقين والشهب وبيض كتبان بحال شي يهودي. قال لي راه واحد الروستورون تمايا موالي يهود، قال لي مشي تمايا قول لهم باللي اصلك يهودي وهذا ربما يخدموك ربما يسلفوك ربما يدوروا معاك، مشي جرب. هو ماشي من العاجزين مشى، كتبان ليه اليهوديه بنت مولشي مقابله تما الروستورون هذا، مشى دبر في واحد السلسله فيها نجمة داوود استريا دي دافيد ودخل طلب كونسوماسيون. هذيك جات لعندو على اساس كليان، قالت ليه فوزيت جويف وهذا، قال لها انا راه يهودي. وشوفوا الخطه اللي دار لها، قال لها باللي باه خلى مو حامله به وباه مشى لكندا وما بقاو عرفوا عليه والو، صافي غبر ما بقى كيتلف، ما عرفوا واش مات واش هذا. ومو مع المده بغات واحد المسلم وتزوجت به، وهذاك المسلم عطاه الكنيه ديالو هو، يعني عطاه الكنيه وسماه وهذا. قال لها باللي فاش وصلت ل 20 الوالده صارحتني، قالت لي باللي راه تا باك يهودي وهذا راه ماشي باك وكذا وهذا. قال لها وانا تصدمت، قال لها وجيت في قوارب الموت حارق بكثره الصدمه، حرقت كنت غنموت في البحر وهذا. ودابا انا وصلت لفرنسا واول وحده كنصارحها بهذه الحقيقه هي انت، لانك يهوديه وانا يهودي وهذا. شوف الخطه اللي دار لها، هي بقى فيها وكذا، داتو لواحد الاستوديو ديالها، لانه باها كان عنده لي زابارتومون، واحد استوديو في السونتر ديال باري. قالت لها انت نعس هنا ودوش وكذا نو تو بريكوبيس، يعني ما دير فراسك والو هذا. وبدات كتهلا فيه، يعني شرات لي حوايج زويونين وهذا، وقالت لي شوف غتبقى تاكل في الروستورون وبقى تعاوني في لاطيغاس نخرجوها في الصباح، وبالليل عاوني ندخلوها وهذا، وراه غنتهلا فيك. وبالفعل كتعطيه 100 الاورو 150 الاورو في النهار وهذا، واكل شارب ناعس فابور وهذا. ولات كتبغيه تصاحبت معاه. قالت لي انت، هو كان صغر منها ب 12 عام، قالت لي انا ما نقدرش نتزوج بك ولكن نقدر ندير معك اون غولاسيون وهذا، ونرتاحيت ليك وهذا وكذا وهذا. المهم صافي السيد بقى هذا كذا معاها. هو كان قبل ما يجي لافرونس كان عنده صحابه في سان سيباستيان، كان مشى لعندهم شي مره وهذا وداروا لي شهاده السكنه. فاش تفتحوا الوراق في لاسبان رجع هو لسان سيباستيان ودار الوراق ديالو، مشى عند شي واحد عنده شاورما عطاه 3000 يورو، قال لي انت دير لي السيغورو سوسيال وهذا وهذا وانا غندفع الوراق. وبالفعل شد الوراق وكذا، وبقى كيتعامل مع هذاك السيد، بقى ديما كيخلص ليه، هو كيعطيه الفلوس وهذا، والاخر كيدير ليه السيغورو هذا باش كيجدد الوراق ديالو هذا. ولكن هو بقى عايش مع هذيك اليهوديه في لافرونس. المهم مده ديال 9 سنين هو جمع فلوس وهبط للمغرب، كان شرا واحد الدار في المغرب وهذا. ارى لي كيفاش غادي يحصل. هو كان نهار الجمعه كينزل كيجيو عنده شي صحابو قدام الباب ديال العماره فين كان هو تما ساكن في هذاك الاستوديو، هازين السجادات ديال الصلاه، كيبقاو يهضروا معاه وكذا وكيهزموها بالطوموبيله وكيمشيو. المهم واحد السيده تما ساكنه كتشوفو كيسلم عليها دا بونجور وكذا كذا. هي واحد النهار تلاقات مع اليهوديه، قالت لها واش انت مزوجه بمسلم ولا هذاك صاحبك مسلم؟ قالت لها لا. قالت لها راه كنشوفوا مع المغاربه، قالت لها راه جوي في ماروكو. قالت لها لا ولكن راه كنشوفوا نهار الجمعه بالسجاده الصلاه. المهم السيده هذيك اليهوديه ذكيه، لحقاش هو دائما نهار الجمعه كيطفي التليفون ما بين ديك 11 والجوج وهذا، وهي بحال عاقت به. المهم ملي تلاقات معاه جا دار هذيك الدخله بالليل، ديك ليله طوف وهذا، ليله سعيده زعما وهذا، زعما راني هذا. هي تقول لي شوف، قالت لي تكمج معايا، قالت لي دابا صارحني، قالت لي انت واش مسلم ولا كتكذب ولا كيفاش قضيتك؟ صافي هو يبدا كيبكي، صافي بدا كيبكي، قال لها بصح وراني كذبت عليك تحت الظروف وكنت حارق ومزير وهذا وبدا. المهم قالت لي انت كذاب، صافي ديكاج هز حوايجك. طبعا هو كان جامع فلوس وكان عنده واحد البنك ديال سانتاندير في سان سيباستيان مفرقع بالفلوس. هز الطوموبيله ديالو، هز يعني الماليطاس ديالو هذا، مشى فحالو لسان سيباستيان. دابا راه فتح واحد المحل ديال الخضره في سان سيباستيان، تزوج بواحد المغربيه وهذا. ولكن هو كيأنبو الضمير ديالو على لانه كذب على هذيك اليهوديه. قال لي انا بغاني نحكي القصه ديالو باش يشوف التعاليق ديال الناس، لانه معذب نفسانيا. انايا صراحه قلت ليه باللي الفلوس ديالو حلال، لانه هو كان كيخدم،
كانت مره كديه الفيلا ديال باه كيقطع الجرده، كيصايب، كيصبغ ليهم الا احتاجوا في شي حاجه كيقضيها ليهم، كان كيدخل لا تيغاس، كينظف الروستورون. يعني الفلوس ديالو كانوا حلال، ولكن انه يكذب على السيده، وهذا هذا هو المشكل اللي دار. ما كانش خاصو يكذب، كذب عليها وخلاها يعني تثيق فيه، وهذا هنا هو كيتسمى غلط. وبغينا نشارك معكم هذه القصه، وتحيه للجميع وشكرا.